السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. قبل أي حاجة أحب كده أرحب بكل حبايبي وإخواتي من داخل مصر وبره مصر، أهلا بيكم في قناتي هي وبس. وأحب أشكر كل إخواتي وحبايبي اللي منوريني كده في القناة وبيدعموني باللايكات والتعليقات، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. والنهارده بقى قبل أي حاجة نصلي كده على النبي ونشوف هنعمل الحواوشي ازاي بكل تكاته وحركاته والعجينه بتاعته وكل حاجه. زي ما انتم شايفين كده معايا اللحمه اهي. طبعا اللحمه لازم تكون ملبسه، يكون فيها نسبه دهن، ديت بتخلي الحواوشي يطلع معاكي مظبوط. اول حاجه جايبه كده فلفل اخضر مفروم وفلفل احمر، ومعايا البصل، بصل كده مفروم. يعني لو انت هتعملي نص كيلو لحمه هتحط مثلا نص بصل ونص فلفل عليه. طبعا هنا بقى البهارات عندي كده: ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا ورشه جوز الطيب وبهارات حواوشي. وهقلب بقى ده كله كده مع بعض. واول حاجه برضو الملح عشان ما ننساش الملح. بسم الله. دي كده بقى هيطلع معاكي بقى احلى حواوشي ممكن تاكليه بكل الخطوات البسيطه دي. اول حاجه كده هنحاول ان احنا ايه بقى، هنحتاج بقى ايدينا دلوقتي. هنصفي بقى كده ايه الفلفل من الميه بتاعته. طبعا كده قبل اي حاجه كده كل يصلي كده على النبي واحنا واقفين كده في المطبخ. خلي كده الاكل يكون فيه بركه كده. واللي لسه معايا بقى جديد في القناه يا ريت فضل وليس امرا تعملي لي اشتراك وتنوريني كده في قناتي. هكون سعيده جدا بوجودك معايا في القناه. اللي محطش اللايك يحط اللايك. ماشي يا حلوين. طب انا عملت العجينه وكان برضو مهما عصرت كده لسه معايا ميه كده في اللحم. هقول لك هنعمل فيها ايه دلوقتي، وكلها خطوات بسيطه وموجوده عندك في البيت. حلو الكلام. حلو الكلام. سمي الله كده فلفل الاحمر. طبعا بقى لو انت بقى ليكي في السبايس وكده ما يمنعش بقى قرن شطه كده حلو. لو انت ليكي مالكيش زينا كده عشان عندي اطفال وكده فايه، فمش هنحط. طبعا بقى ممكن بقى تكون انت حاطه بقى الفلفل ده قبلها كده بقى بشويه في مصفى كده يتصفى. بس انا حبيت اوريكي لو انت مثلا عامله كده في ساعتها هنعمل ايه مع بعض. ماشي الكلام اهوت. طبعا انا مش عايزه اقف في المطبخ كتير. عندي كده البصل. طبعا البصل دوت بصل عندي قديم، فهتلاحظي ان هو مش هيطلع ميه كتير لان بصل قديم. لو بصل جديد هتلاقيه بيطلع معاكي نسبه ميه كتير. الله اكبر الله أكبر. قلت بقى كده اقوم ايه، اعمل لهم بقى شويه حواوشي كده على الغدا. زي ما انتم شايفين همسكها بقى عجينه كده اهو. طيب انا عملت كده والعجينه جت ملقه معايا. بص بقى قدامك حل من الاتنين. يعني حل بسيط خالص. تحطي معلقتين دقيق. طيب انا مش عايزه احط دقيق وخايفه ان طعمه يبان في الحواوشي وكده. معلقتين نشا. بجد 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 والله ما هيبانوا في الحواوشي، وهيشدولك اي ميه فيه ولا هيسقسق معاك في قلب العجين ولا اي حاجه. واخدين بالكم؟ طبعا حاجات بسيطه وخطوات بسيطه ومن البيت. صح الكلام. اهم حاجه بقى تديله عجنه مظبوطه كده. يعني اهم حاجه في كل دوت عايزين بقى عجنه مظبوطه كده. بالذات الحواوشي والكفته عايزاهم يطلعوا مظبوطين معاكي. هي اهم حاجه العجن بتاعه عشان اللحمه كده تتغلغل كده في البصل والفلفل والبهارات بتاعتي وكله كده يشرب مع بعضه. وطبعا لو انت مثلا هتعملي من بدري اعملي بقى الخلطه دي كده وسيبيها كده على جنب بقى تشرب كلها كده من بعضها. يعني اللحمه تتطعم بقى من البصل والفلفل والبهارات. يا سيدي يا سيدي تبقى جميله جدا. انا بس حابه عشان ما اطولش معاكم كده. هي خلاص العجينه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله. مية مية.
بقى عشان نعمل عجينة الحواوشي، أول حاجة نسمي الله كده، وهنحط كده إيه معلقتين خميرة اهوت، ولازم معلقة سكر عشان تنشط الخميرة، وملح، هقلب كده المكونات دي كلها الأول كده مع بعضها. بسم الله. كده اهوت، كده اللي حطيت بقى اللبن اهوت، طبعا قيمة دول 3 كباب لبن كده، ولو احتجت بقى هزود بمية. طبعا العجينة بتاعتي عايزاها تكون فيها قيمة غذائية كده وحلوة، خلاف طبعا ما تعجنيها بمية بس. حاولي كده تبسي العجين الأول علشان ما يبقاش العرق منك يروح، لا يبقى فيها عرق كده اهوت. لو حطيت المية كلها مرة واحدة هيسيح منك كده وما يبقاش فيه عرق، فانتي حاولي تديله عرق كده الأول، وبعد كده تبلي العجينة. طبعا العجينة معانا النهاردة هتكون مرقة شوية خلاف أي عجينة تانية، واخدين بالكم. هعجن بقى العجينة شوية كده علشان طبعا عايزة تتعجن حلو الأول، وبرضه هرجع لكم علشان ما اطولش عليكم. زي ما انتم شايفين كده اهوت، دي العجينة اهي. على قد ما تقدري تعملي لها عرق اعملي لها عرق. طبعا انت هتقولي ده هي مرقة او كده، لا مش مرقة، احنا هقول لك هنعمل ايه دلوقتي مع بعض كده. عجينة الحواوشي لازم تكون بالشكل ده، وتدي لها عرق بقى على قد ما تقدري، يعني طول ما انت بقى كده تعجنيها كده وتدي لها عرق. شايفين عامله معايا ازاي؟ كوره اهي بتسيب من الحقيقة اهي. هنلمها دلوقتي بايه بقى؟ عندي كده هنحط كده قيمة ربع كوباية زيت او نص كوباية، الكمية اللي معايا ديت هحط لها بقى ايه نص كوباية. طبعا هتلاقيها كده اهوت، هتلاقي العجينة قطعت منك، بعدها هتلاقيها لمت معاكي تاني اهو. وطبعا احنا عايزينها برضو ما تكونش جامدة كده، لازم تكون طرية. عجينة الحواوشي لازم تكون طرية تحت ايديكي، علشان انت بتفردي فيها الحشوة وكده تكون سايحة معاكي، ما تجلدش منك وانت بتسويه، واخدين بالكم. فبقى علشان انا معايا عاملة كمية كبيرة 2 كيلو ولا 3 كيلو، هعجنهم كده بقى على الارضية وهرجع تاني اوريكم بعد ما عجنتها. كده اهوت بعد ما كده شربت الزيت، شايفين طبعا اهي المرقة اهيت. انا مش عايزاها، عاوزه اقول لها كلمة انا اللي هي جامدة، انا عايزاها بالشكل ده كده اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله، استك عرق بقى وما اقولكمش بقى. وعجين طبعا ما بملكش عجينه على الرخامه، بقوم عجينه كده على الارضيه. بسم الله ما شاء الله. كده اهوت بعد ما لميناها بقى بالزيت اهي، هي ما بتلزقش بس عشان دي فيها مكان العجين ما بتلزقش اهي. اغطيها بقى واسيبها لغايه ما تخمر، ونشوف هنشكلها تاني مع بعض ازاي. طبعا بقى لو وصلت معايا لغايه دلوقتي كده متنسيش بقى تحطي لي اللايك كده، وتعملي لي اشتراك، وتفعلي زر الجرس عشان كل فيديو توصلكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حقي يا رب. شايفين طبعا طول ما انا واقفه كده بتعملي لها عرق بسم الله ما شاء الله، تطلع العجينه معاكي جميله جدا. طبعا في اي مخبوزات هو العجين هو كل حاجه.
عايزه يطلع معاك المخبوزات كويسه وبيديك نتيجه مرضيه كده، اهم حاجه العجين. شايفين اهو، لف معايا ازاي، بسم الله ما شاء الله. شايفين ملبن. كده اهوت العجينه بتاعتي، بسم الله ما شاء الله خمرت ازاي. طبعا انا عجناها من بدري وحاطه لها برده خميره كتير. انا برده هظبطها كده، كنت حاطه عليها كيس كده. هظبطها كده اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. شايفين خمرانه ومية مية. طيب انا عندي بقى طريقتين، يا تسوي بقى في الفرن يا اما تسوي في، اللهم صل على سيدنا محمد، على طاسه كده على النار. انا هعمل في الفرن واعمل برضو على طاسه على النار. هوريكي بس كده خطوه اللي هي لو انتي هتعملي على طاسه على النار. طبعا دي كده القرصه بتاعتي اهي. هزودها شويه كمان عجينه كده عشان تبقى ملو الطاسه كده. ودي كده معايا الحشوه اهي. سيدي يا سيدي على الجمال، هو ده بقى الشغل المظبوط. قلت بس هوريكم كده واحده هنعملها ازاي مع بعض، وهنسويها برضو على البوتاجاز. هتغطي عليها وعلى كل دقيقه كده، على كل وش كده قيمه 7 دقايق. واخدين بالكم اهوت. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه عامله ازاي اهي. يا سيدي يا سيدي على الجمال، الجمال عدى الكلام زي ما بيقول. اهو هقليها بقى على الوش التاني عشان تبقى مسويه كده اهو. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. يا سيدي يا سيدي هحطها بقى كده على البوتاجاز. عندي بقى الجهتين كده اهوت، شايفين عليهم زيت كده. احطها على البوتاجاز بقى وتستوى، وهوريها لكم بقى بعد ما خلصناهم كده سوا. وقولوا لي بقى ايه رايكم كده، وما تبخلوش عليها بقى باللايك الجميل وايديكم الحلوين. ماشي يا حلوين، عايزه اقعد اخبز فيها كده بقى على طول. بسم الله ما شاء الله جميله تحت ايديا. شايفين العجينه منها حلوه ومعجونه حلو. شايفين عامله نفيخ ازاي. يا سيدي يا سيدي على الجمال، ايه الجمال ده يا ولاد. تسلم ايدك يا ام عمر بجد والله. يا سيدي يا سيدي هو ده الشغل المظبوط، احلى من الشغل ظبط الشغل. هحطها بقى على النار، وانت حطها على النار غطيها كده بغطا علشان بحيث ان هي تستوي معاكي على طول، ما تغيبش معاكي على النار وتطلع حلوه معاكي. وده بقى العجين بتاعي. يا سلام، انا مش عايزه اهبط منه الخميره قوي، بس اعملوا شايفين النفخ النفخ حاجه كده جميله. عجينك تعجنيه مظبوط يديكي احلى نتيجه ممكن تشوفيها. يلا بينا نسويها على النار، وهنسوي برده في الفرن، وهنشوف كل مع بعض كل الخطوات مع بعض كده.
تبخليش عليها باللايك، واللي لسه مشتركش ينزل يشترك حالا علشان كل فيديوهات توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ويلا بقى علشان داخلين بقى على العيد، شغل بقى وايه وحاجات ضرب نار. كده اهو. هعملها كده في الصينيه اهو. بسم الله. اهو شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين العجين من عجينه وحلاوته؟ شايفين كله عامل نفيخ ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا التانية انا حطاها على البوتاجاز تستوى، ودي كده هسويها ايه هنسوي بقى في الفرن برضه، يعني هنسوي كده وكده. فحبيت اوريكم برضه بطريقتين علشان اللي عاوز يسوي على البوتاجاز او يسوي في الفرن. بسم الله. دوت بقى ونقطعها بقى بالسكين، يعني انا عاملاها كبيره في الصينيه علشان الفرن كده انجز. وبعد كده هنقطعها كده ايه بالسكين. طبعا هي على الوشين زيت، مفيش بقى اكتر من انها ادخلها الفرن كده زي ما انتم شايفين. حطيت بقى التانيين كده في الفرن، وقلت بقى اقرص بقيه العجينه كده عشان ايه لما اجي افردها تبقى سهله معايا كده اهو. وهكذا كده واحطها على الرخامه معايا كده. كده بقى عملت كله ايه قد بعضه كده. شايفين بسوي كله اهوت قد بعض. امسكها بقى ابططها كده شويه بحيث تفرد معايا اهو. عشان كل ما اجي اخبزها كده تكون مرتاحه معايا، ما تمطش معايا اهو. كده اهو شايفين شكل العجين اهوت وهو على الرخامه. كمان شايفين بقى خلصنا كده الحواوشي. دي بقى الرغيفه الكبيره اللي انا كنت عاملاها، ودي بقى الصغيره. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. شايفين بقى التسويه والجمال والحلاوه، حاجه كده تحفه. وده كده النهارده يبقى الفيديو بتاعنا خلص معاكم. استنوني بقى فيديوهات جايه كتير احلى واحلى. حطوا لي لايك بقى. شايفين دي كده الحشو اهي جوه؟ شايفين؟
يا سيدي يا سيدي على الجمال.